عنها 15 طعنه الاولاد جدا وبتراعي الاولاد جدا. دي حصلت من يومين. وحشتوني كتير 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 والله. والله انا كنت المفروض هنزل الحادثه دي في يومها، ولكن المدارس وبصي يا بنتي انتي مش غريبه، انا هوريكي. بصي في سجاده هنا في الركنه دي عايزه تتغسل، وبصي الدنيا كركبه والله كركبه قوي، فسامحوني واعذروني. وكمان انا قلت لكم ان احنا عايزين نغير محتوى القناه، فانتوا يا ريت تكتبوا لي كده وترشحوا عليا لو احنا مثلا هنحكي في تنميه بشريه، فاحنا مثلا ايه المواضيع اللي حابين نتكلم فيها كده، يعني يبقى في تلاقي افكار يعني. المهم حادثه النهارده غريبه قوي، برغم ان فعلا يعني انا متضايقه من حوار الحوادث ده وبحس ان انا مكتئبه بعد كده، ولكن بجد الواحد بيقابل حوادث غريبه يعني بيبقى حابب يحكي كده ويتكلم عنها. الحادثه دي حصلت من يومين في محافظه. تمام. المهم ان الراجل ده كان متجوز 2، واحده ماتت ايام كورونا بس كان جايب منها 3 اطفال، والتانية ما جابش منها اطفال ولكن اتجوزها عشان بتراعي الاولاد. الفكرة بقى في ايه؟ الفكرة ان هو جه في يوم كده من الايام طبعا بعد مشاجرات ومشاحنات كتير مع مراته التانية، واللي هي قررت الانفصال منه وطلبت منه ان هو يطلقها، وهي كان عندها محل بتاعها فكانت بتشتغل فيه، وكانت سايبه له البيت يعني اللي هو ايه في مشاكل يعني، وسايباه مع الاولاد. تمام. وعلى كلامه ان هي كانت بتحب الاولاد بيحبوها. تمام. كل الكلام ده تمام. جه بقى في يوم من الايام كده راح منزل بوست، هحط لكم البوست برضو هنا. منزل بوست على الفيس بينعي فيه اولاده ال3 وكاتب فيه بشر الصابرين، وكاتب ان اولاده ال3 توفوا. اولاده ال3 دي بنوته عندها 13 سنه وولد عنده اصغر منها، والصغير خالص عنده 6 سنين حاجه زي كده. تمام. واتصل بجدتهم طبعا بعد ما نزل البوست، عمل ايه؟ مسك اولاده ال3 موتهم بالخنق، خنقهم لغايه ما ماتوا، واتصل بجدتهم اللي هي مامته ام مراته اللي توفت، وقال لها الاولاد ماتوا روحي خديهم هتلاقيهم في الشقه. محمد ومريم ومعاذ اه ماتوا في الشقة هناك عمت. اه ماتوا. اه بقول لك ماتوا. بابا لا ما تقولش كده. روحوا لهم الشقة هم ماتوا هناك. لا لا لا. تمام. فطبعا الست انهارت وقعدت تصوت. بعد راح لزوجته اللي في المحل طعنها 15 طعنه. متخيلين 15 طعنه؟ تمام. بعدها راح بقى ما قتل ولاده ال3 يعني هو قتل مشى وفضل على الطريق، وبعدين لقى في اللي هو تقريبا بقى القطر اللي ناحيه طنطا، راح رمى نفسه قدام القطر ومات. الفكره اللي انا يعني مستغرباها ليه الانسان دلوقتي لما بيبقى يائس من حياته ليه بيموت اللي حوالين منه؟ هل ده حب؟ هل ده مثلا اللي هي زي القطط اللي بتخاف على عيالها فبتاكلهم؟ هل انت خايف ان عيالك يتشردوا بعديك فعشان كده بتقتلهم وبتقتل نفسك؟ طب يعني انتحار وقتل ده انت يعني ربنا الصراحة مش عارفة، يعني مش عارفة عذابك يوم القيامة هيكون عامل ازاي، الله اعلم والله. وربنا ما يجعلنا في يوم من الايام في وضع الناس دي او زي الناس دي. الواحد مش عارف هما بيوصلوا لده بعد يأس ولا بعد قلة ايمان ولا بعد ضغط لاني ولا بعد مرض نفسي، لان الامراض النفسيه يا جماعه خلينا متفقين ملهاش دعوه بالدين خالص خالص. بيبقى متدين جدا وبيجيله مرض نفسي بيأذي نفسه. تمام. فبجد الموضوع صعب قوي. التطور اللي حصل في خلال اليومين دول في القصه دي هي ان الست سبحان الله بعد ال15 طعنه دول ما ماتتش. لما نقلوها المستشفى طبعا لقوا ان معظم الطعنات سطحيه، طعنتين بس او 3 هم اللي كانوا جامدين في المعده وعملوا لها نزيف داخلي، ولكنهم هم قدروا يتمكنوا من النزيف ده. وهحط لكم برضو الخبر على الشاشه. والست طلعت من العنايه وبدات تدخل في اوضه الافاقه، وان هي بدات ان هي تفوق شويه. فطبعا الوضع صعب جدا، ربنا يرحم الاولاد ال3.
وربنا يجمعهم بوالدتهم في الجنة، وربنا يرحم الراجل ده. مش عارف الواحد يدعيله بالرحمة ولا يدعيله بإيه، يعني مش عارفة الصراحة، الوضع صعب والله. وربنا يرحمنا احنا جميعا اللي بنسمع برضو الحوادث دي، ولما يجعلنا ابدا في مكان الناس دي في اي وقت. دي حادثة كانت متداولة في الاخبار. في بقى حادثة حصلت مع حد جارنا يعني قريب قوي، برضو زوج، برضو عنده 3 اولاد، برضو كان بيتشاجر او بيعمل مشكلة مع مراته بسبب لبس المدارس وشنط المدارس. فهم معاه برضو 3 اولاد، واحدة في ثانوي بقى الكبيرة، والاتنين واحد اعدادي وواحد ابتدائي. فمراته اخدت الاعدادي والابتدائي وسابت له الثانوي على اساس ان هي تخدمه. مسك البنت بتاعت ثانوي دي دبحها، بنته دبحها. وطبعا الراجل ده كان بيتعاطى، يعني كان بيتعاطى مش عارفه بقى حشيش ولا ايه، الله اعلم. هو كان بيتعاطى حاجه مدمره العقل يعني. فمسك بنته دبحها واتصل بمراته، اعتذر لها وتعالي يا حبيبتي خلاص انا هنجيب لك الشنط وتعالي انتي والاولاد. واول ما راحت له طعنها برضو كذا طعنه، 15 طعنه برضو، مش عارفه ايه رقم 15 متداول ده، بس يعني برضو. وبرضو وذبح برضو العيلين الصغيرين. طب ليه؟ طيب يعني ليه؟ يعني مش قادر تجيب شنط المدارس، طلعهم من المدارس، يعني ده يكون اهون من ان انت تنهي حياتهم. يعني انتوا متخيلين ان ربنا كان قايل اللي بيقتل نفس واحده كانه قتل الناس اجمعين؟ فمش عارفه والله العظيم بجد. هو فعلا الحديث بتاع الرسول عليه افضل الصلاه والسلام وقال هيجي زمن على امتي هيكسر فيه الهرج والمرج. ولما سالوه ايه الهرج يا رسول الله قال كثره القتل. فاحنا ربنا يرحمنا ويتولانا ويحفظنا جميعا، وربنا يجعل الحوادث دي عبره لينا ان احنا نخلي بالنا، ونخلي بالنا من الناس اللي احنا بنرتبط بيهم. حتى لو انتي هتتجوزي وهيبقى ليكي شريك حياتك اختاريه صح. اعملي فترة خطوبة كبيرة عشان تتأكدي البني ادم ده سوي ولا مريض نفسي. احنا ممكن اول حلقة بقى نتكلم فيها وهي شريك الحياة، اختياره، الحاجات اللي نتجنبها فيه، تبقى ملمة كده بالموضوع كله. وبرضو اكتبولي ايه اول حلقة يعني عايزين نتكلم فيها. هتوحشوني واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. يا رب تكون قصه النهارده عجبتكم، وباي.